بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. بسلامة الله وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب فيوتشر 4-2. عادت بعثة النادي الأهلي ومعها ميداليتان: الميدالية البرونزية ثالث كأس العالم للأندية، والميدالية الذهبية بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز به للعام الثالث على التوالي وال14 في تاريخ النادي الأهلي. مليار مبروك للنادي الأهلي الفوز بكأس السوبر على حساب فيوتشر في مباراة درامية في أحداثها وفي كل شيء. بطولة السوبر دي رقم 150 في تاريخ النادي الأهلي. كده النادي الأهلي أحرز 150 بطولة في تاريخه ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات. النادي الأهلي بعد أن كان متقدم على فيوتشر 2-0 وتلاعب بفيوتشر على مدار شوطي المباراة. تلاعب، ولكن أنت بتضيع لازم تقبل. النادي الأهلي أضاع العديد من الفرص. النادي الأهلي له 14 فرصة ما بين القائمين والعارضة، 14 فرصة لم يستطع أن يحرز منهم غير 4 فرص، وأضاع 10 أهداف محققة. بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 لعبوا أشواط إضافية، وانحلت عقدة النحس الملازمة لأنطوني موديست في الدقيقة 114 من الشوط الثاني الإضافي، وأحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين تمكن كريم فؤاد من إحراز الهدف الرابع ليفوز النادي الأهلي بالبطولة ال14 في تاريخه من كأس السوبر المصري. مليار مبروك للنادي الأهلي. الأداء القوي اللي النادي الأهلي قدمه في البطولة ديت وقدمه في كأس العالم للأندية. بعد العودة للقاهرة تخلف عن الحضور مع البعثة بيرسي تاو وأنطوني موديست. بيرسي تاو قرر أن هو يأخذ الطيارة من الإمارات لجنوب أفريقيا، وموديست من الإمارات لفرنسا لقضاء أجازة مع أسرة كليهما وعودة الفريق. مارسيل كولر اجتمع مع كابتن محمود الخطيب وقرر منح الفريق أجازة 10 أيام للعودة للتدريبات يوم 10/1 وتحدث مع كابتن محمود الخطيب وبحثوا الفترة الجاية هنعمل ايه، في معسكر خارجي ولا هنعمل معسكر في مصر. المباريات الودية اللي ممكن الفريق يلعبها فترة التوقف، لأن النادي الأهلي أولى مبارياته الرسمية يوم 17 فبراير 17/2 القادم. ففي الفترة دي النادي الأهلي ممكن يعمل إيه؟ فكل ده مارسيل كولر بيبحثه مع محمود الخطيب. تدعيمات الفريق، احنا هنقدر، حضرتك هتقدر توفر لي ايه في شهر يناير القادم؟ اللعيبه اللي جاي لها عروض زي العرض التركي لديانج، النادي الاهلي هيوافق عليه ولا لا؟ العرض المغري اللي جاي لمحمد الشناوي في الدوري السعودي، النادي الاهلي هيوافق عليه ولا في كلام اخر؟ العرض المقدم لضم المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، مارسيل كولر الكابتن محمود الخطيب بيقول له ايه رايك في المهاجم ده؟ رد عليه وقال له ممكن اتفرج على الفيديوهات بتاعته وممكن اضمه. الخطيب وصل له فكره ان احنا لو ضمينا المهاجم ده هنضمه على اساس ان هو لاعب محلي، لانه اللاعب بيحمل الجنسيه الفلسطينيه وفي نفس الوقت معاه الجنسيه الدنماركيه وبيلعب في نادي دنماركي. امكانيه ضم المهاجم، فمارسيل كولر قال له ان شاء الله في خلال الاجازه بتاعتي اتفرج على فيديوهات اللاعب ده وارد عليك احنا نضمه ولا لا. قال له لو مش هنضم وسام ابو علي ممكن نضم مهاجم محلي. ده اللي هيبان ان شاء الله في الايام الجايه، وسوف ان شاء الله نوالي حضراتكم بكل جديد فيها. بعد فوز النادي الاهلي بالمركز الاول في كاس السوبر والفوز بجائزه 250
1000 جنيه. دي قيمة الفوز بجائزة كأس السوبر في الإمارات. النادي الأهلي قرر صرف مكافآت خيالية للاعبين عن كأس العالم للأندية وعن كأس السوبر المحلي. مارسيل كولر اتكلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال إن لاعيبة النادي الأهلي وصلت لمرحلة من الإرهاق بقت عاملة زي الليمونة اللي اتعصرت. قال لعيبة خلاص نشفت بدنيا، ما بقاش في أي لاعب عنده أي شيء يقدمه، والأجازة اللي جاية ديت هتمنح العديد من اللاعبين استشفاء لأعلى درجة حتى يعودوا للتحديات القادمة إن هم يقدروا يكملوا بعد كده. فالفترة دي فترة الإيقاف دي جات في مصلحة النادي الأهلي. في لعيبة منضمة للمنتخب. مارسيل كولر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللي أعلن قائمة ال50 فيها 12 لاعب من النادي الأهلي. هل ال 12 هيكملوا في القائمة النهائية مع منتخب مصر ولا ال 12 دول ممكن يصفوا للنص، ياخد النص ويسيب النص الثاني؟ وده يبقى من حظ النادي الأهلي لو ساب عدد من اللاعبين لمزيد من الراحة، لأن النادي الأهلي داخل على تحديات قادمة، مباراة دوري أبطال أفريقيا، نهائي كأس مصر، والدوري المحلي وكأس مصر الجديد. تحديات محتاجة اللعيبة تكون في كامل جاهزيتها إن شاء الله. تحدثت معكم وقلت كانت مباراة دراما. مباراة كأس السوبر كانت مباراة دراما. الدراما كانت في إيه؟ في إن النادي الأهلي متقدم على الفريق فيوتشر 2-0 وبيتلاعب به وأضاع العديد من الفرص، ولكن خطف اللقاء فيوتشر في نهاية الشوط الثاني. دي الدراما في المباراة. في الشوط الثالث والشوط الرابع سيطرة ميدانية للنادي الأهلي بصورة بصراحة تسعد كل جماهير النادي الأهلي، وإن تمكن النادي الأهلي من خطف اللقاء. لاحت للنادي الأهلي العديد من الفرص. أجمل فرصة عجبتني في اللقاء الترقيصة بتاعت محمد هاني للباك الشمال لاعب فيوتشر ولعبها لبيرسي تاو. بيرسي تاو خد كرة على الطاير وفي السماء ولم يستطع إحراز هدف للنادي الأهلي.